اهلا وسهلا البنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحتكم مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال، فرحانين ناشطين كيف العاده. اليوم فيديو جديد ونهار جديد و اشياء جديده. اليوم جبت لكم واحد تيندا او مغازا ديال ديكوراسيون. غنقول لكم بديل اكسيون شويه. الحمد لله كما الفيديو اللي قبل شفتوا بانهم حلوا عندنا اكسيون بالنسبه للناس اللي كاين هنا في طراغونه، وحتى في اسبانيا كامله. كاينه تيندا هذه اللي هي كراك، عندهم داكشي ديال الديكوراسيون، داكشي زوين بزاف ما شاء الله، كيحمق. المقارنه مع الاثمنه ديال اكسيون، هما زايدين شويه الصراحه. كان ارخص محل هنايا فاش يلا حل كانوا عنده الاثمنه مناسبه، ودابا مع هاد الغلاء ديال الاسعار شويه ارتفعوا، وهم وحتى كاينين بعض المحلات اللي غنقولوا زادوا فيه شويه. المهم كنت ديجا هضرت لكم على الفوطات، هذاك الشيء علاش بغيت باش نوريكم الفوطات ديالهم كيف دايرين، وانا كنت محتاجه لشي حوايج، داك الشيء علاش جيت خديتهم من هنايا. شوفوا معايا هنا بالنسبه لهاد البلانطاس هادو. صراحه داكشي زوين، يعني كاينين حوايج اللي ما كنلقاوهمش في اكسيون. كما كتشوفوا معايا يعني شي حاجه اللي راقيه. واخا بالنسبه هادو اللي كتشوفوا دايرين لهم تقريبا 15 اورو، ولكن صراحه زوينين البنات. وخصوصا هاد الشيء ديال هكا الخضوره كتعطي واحد الديكور عاوتاني زوين ومغاير في الدار. انا بعدا كيعجبوني، وبالاكثر يعجبوني يكونوا طبيعيين. عندهم البنات بالنسبه لهاد معطر الجو ولا امينثادور زوينين بزاف، خصوصا هادو دايرين البنات بحال البخور، الريحه تاع العود. المهم الريحه ديالهم زوينه بزاف. فيهم بالنسبه للاثمنه راهم مختلفين، والانواع ولا الاشكال ديالهم حتى هما مختلفين. كاينين الرخاص وكاينين هادو اللي شويه طالعين في الثمن، ولكن هادو دايرين ماشي زعما بزاف كاع. هادو دايرين 7 اورو، كاين اللي دايرين 15 اورو، كاينين هادو اللي دايرين 3 اورو 98. زوينين البنات، هكا كتحطوهم في سوينيه هكا مع شميعات، وهذا في لونطري ديال الدار كتبقى الريحه زوينه. كتحطيهم في الحمام هكا، ماشي زعما شي حاجه اللي غاليه. وكاين هاد بورطابيلات هادو دايرينهم هكا بالعود والكريستال. شوفوا شحال كيجيو زوينين. المهم هما عندهم الشموع وهاد الشيء تبارك الله كتير ما شاء الله. بالنسبه هنا لداكشي ديال الكوزينه حتى هو كل شيء كتلقاوه عندهم. راه عرفتوا البنات كان هاد الشيء رخيص بزاف، كانت هكا 98 سنتيم كتاخدي بها بزاف ديال الحوايج. مي دابا الله يلطف بينا وصافي، بهذا الغلاء ديال الاسعار صعيب الحال بزاف. اغلبيه الناس راه كاع ما بقاو كيشوفوا في هذا الشيء، راه كلشي عارف هذا الشيء اللي كنمروا منه. الله يرحمنا يا ربي، والله يشوف فينا كاملين. المهم راه غير كنبغيو حتى بعد مرات في هاد الفيديوهات وهادو كنفوجوا على بعضياتنا وصافي. بالنسبه لهاد المغيرفات ولا هكا باش نطربوا الكيك ولا شي حاجه هاد الشيء، المهم دايرين ليهم كاين اللي اورو 98، كاين اللي 2 اورو 98. المهم هادو راه كنت واخداهم انا غير ب 98 سنتيم، ولكن راه طلعوا الاثمنه. عندهم هاد الصفايات، اي حاجه لوازم ديال المطبخ ولا ديال الكوزينه كاينين عندهم. انا على جيت البنات كنت جبت معايا زليفات ديال الفخار اللي كنت خديت من اسفي البنات اللي متبعيني. ومرحبا بالبنات الجداد. كنت جيت بغيت ليهم طبيصلات هكا في الكحال اولا بيضين كاملين، فجيت لقيت هاد الشكيل هذا وعجبوني بزاف، وخديت منهم. بالحق انا خديت غير الصغار، خديت هادو اللي كيبانوا هنا بحال اللي بغات تكمل كل شيء يعني. كاينين كاملين، كاين الكحل وكاين الازرق. انا خديت غير الصغار بالنسبه للزليفات والكويسات اللي عندي اللي بالكحل والبيض. هنايا البنات كما شفتوا هادوك لي بواط ولا هادوك السوبيرات هكا الثلاجه، شي حاجه كتبقى في الماكله ولا شي حاجه كنحتفظوا بها في الثلاجه ضروري كيكونوا كاينين. هادو حتى هما خديت منهم. كدي هكا ديري فيها الصلصه، بعد المرات هكا المرق ولا شي حاجه كترافقيه بسميتو. تقدري ديري فيه عسيله وزبده مذوبه هكا مع المسمان ولا البغرير تحطيهم. كيبقاو زوينين وما غالينش هادوك. وبالنسبه لهاد الليمون هادو ديال الفران كيجيو هنايا 3 ديري ليهم 12 اورو.
كاينه الكبيره والمتوسطه والصغيره، كاينين فيهم يعني كاع الاشكال ديالهم. آه، بالنسبه للبنات هنايا كانت واحد البنت سولاتني على المنظمات ديال الثلاجه. انا كنت جبتهم معايا من المغرب، ولكن ها هما كاينين، ديري لهم اورو 98. وكاينين البنات هاد المنظمات هادو بالنسبه للتقشرات، الكيلوطات الوليدات. دايرين فيهم هاد ثلاثه اللوينات، صراحه كيصلاحوا بزاف وما كيشدوش لك ليسباس. هادو ديال السات هادو ديال البيتزا. وكاينين هنايا شوفوا لي المهراز ديال العود. انا عندي ديال النحاس، واخا ما كنستعملوش بزاف صراحه، ولكن ضروري يكون عندك هذاك المهراز ديال النحاس. كاينين هادو بالنسبه للكيك ولا سميتو هكا باش تتبقى تبقاي محتفظه بها. كاينين هاد القطاعات، حتى هما صراحه الكاليتي ديالهم زوينه. هو بس زوين هاد التيندا هادي كراك، الكاليتي ديالها زوينه بزاف. كاينين هادو ديال الميني كيك ولا الكاب كيك ولا هادوك دونوت. تا هما ما غاليينش بزاف. عجبوني هاد الطويسلات، وهادو بالنسبه اللي عندها الوليدات الصغار يعني لي بيبي. راكم كنعرفوا يعني كيطيحوا يتهرسوا، اللهم كناخذوا لهم هادشي ديال البلاستيك، كتاخدي هكا البلاطو كبير وكتحطي فيه الكاس مع زليفه مع طبيسير الاخر ديال الماكله، كيجيو زوينين. وهنايا البلاصه اللي كتعجبني كتار هنا فين كيكونوا هاد الخراس ولا هكا فاش كنحطوا الورد كيجيو زوينين، ولكن البنات كيحمقوا هادشي عندهم الصراحه. شوفوا هذه شحال زوينه، دايره 8 اورو. كاينين هاد سليلات ولا هاد بحال القفيفات ديال المخدومين هكا بحال شكل العود، حتى هادو عندهم عده استعمالات. وها هما الفوطات البنات، شوفوا الكاليتي ديالهم غزالين الصراحه، شي حاجه اللي تشريها وما تندميش عليها. وشوفوا لي الالوان كيحمقوا، كما قلت لكم في الفيديو السابق انني انا مجرباهم. راه شي حاجه اللي صبن ورد كما كنقولوا. وخلاص هاد الشيء ديال الحمام، هاد لي زاكسيسوار ديال الحمام تبارك الله عندهم موجودين. كما كتشوفوا هاد السات هادي ما غالياش بزاف، 7 اورو. كيمشيو بثلاثه الخابونيرا، وكاين الخابونيرا كاينه جوج على حساب جيل ولا باستيه. وكاينين نعاود هاد المنظمات هادو تا هما اللي كيمشيو في الدوش، اولا كتقدري ديريهم حتى في الماريو. يعني شوفوا هما اي حاجه كتبغيوها كتلقاوها عندهم صراحه. وداكشي زوين والديكوراسيون اللي راقيه. شوفوا معايا هنا داكشي غزال. هادو حتى هما كيمشيو هكا في الحمام. الناس كيفاش كيجيو الصراحه كيجيو زوينين. هو راه فاش كندخل انا هنايا صافي كندوخ ما نكرهش نشري كل شيء، ولكن عاوتاني نشريو على قدنا وعلى قد داكشي فين غنحطوه في الدار. عاوتاني ما نبقاوش غير نشريو وحط حط حط وصافي. شوفوا هنايا هاد الورد البنات كيحمق، ولكن الثمن ديالو اكثر من اكسيون. بالحق راه مختلف عاود، يعني هذا ماشي بحال اللي لقيت انا ديك النهار في اكسيون. هادو زوينين. هنا شوفوا لي الكبيلات. المهم عندهم كل شيء زوين. البنات اللي هنايا في اسبانيا راه التيندا كاينه. ودائما نمشيو على قدنا. عندهم الكرتينات، عندهم الفوندات ديال الكراسه. اي حاجه قلت لكم ديال الديكوراسيون ديال الدار غتلقاوها عندهم. وهنا هنايا جيت وجات للعشاء ديالنا. هانتوما تبارك الله الحريره كتشهي. قولوا لي حيتاش مطيبه هانتيا. المهم البنات حضرت معكم واحد الحريره اول مره كنحطها في القناه. كنت ديجا قلت لكم نحط لكم هذيك الحريره السريعه ديالي وواحد طاكوست. هانتوما معايا، بسم الله على بركه الله. دائما كنكون عندي هادشي هكا كنوجدو كنخليه في كونخيلادور. عندي القزبر والمعدنوس والكرافس. عندي هذا العدس، الحيمات مقطعين، الحمص. عندي المطيشه البنات هذه كناخذها من ميركادونا بالنسبه للبنات اللي هنا في اسبانيا، كتجيني اختي زوينه واقتصاديه، ومع هاد الغلا الله يكون في العون. صافي عندي تما الطحين، بصله كبيره، العدس والشعريه رقيقه. العطريه عندي عود ديال القرفه ما كانش ديرو نص معلقه صغيره. الخرقوم بلدي، سكينجبير، البزار، ضامه البنه ديال السمن. ومع الا ما كانش متوفر السمن انا ما درت معلقه ديال السمن.
تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت، واكيد الملح البنات. اول حاجه غادي نحكو هاد البصله بالنسبه الا كانت كبيره كناخذ وحده هكا كبيره، مش ما تكونش كبيره عاود بزاف، ولا جوجات صغار. صافي غادي كاع هذوك المقادير اللي شفتو غادي ننزلهم في الكوكوط. المهم هذه الحريره السريعه ديال انك تجي هكا تكوني خارجه ولا خدامه ولا ما كاينش الوقت. دائما البنات يكونوا عندنا هاد الحويجات في هكا في فريغو. فاش كنجيب انا هكا الربيع بالكثره كنقطع هكا النص ديالو كنديرو في فريغو. بالنسبه لبنات اللحم كيبقى اختياري، انا ماشي دائما كندير اللحم في الحريره، يعني كان موجود كندير هكا شويه يقدر يكون غير عظيمات هكا باش يبنوا وصافي. الا ما كانش ما كنديروش، ماشي بالضروره يكون اللحم عاد باش غناكلو الحريره، كل واحد كيمشي على قدو. انا تما كنت جايبه اصلا اللحم مقطع وخديت منه شويه هكاك، احتفظت به، قلت نبغي ندير الحريره لقاها عندي موجود وصافي. المهم غادي نشعل عليها البوطه. انا هنا غير ما كنتش موجده المقراج ديال الماء طيب، وانما كنت غنروي مره واحده وغنصد في مره. هنا خليتها كتشحر شويه من طراس انا نطيب واحد المقراج ديال الماء باش غدا نرويو الحريره ديالنا. صافي هنايا البنات احنا غادي نرويو. هنا شوفوني دابا عاد باش درت الزيت، لحقاش قبيله حطيته وما ونسيته. المهم ما كنكثروش الزيت بزاف في الحريره. صافي هنايا راه غلات لينا شويه، غادي نرويو القياس اللي بغينا حنايا على حسب عاوتاني المقادير اللي درنا. الا كانوا كتار انا شفت الكوكوط تبارك الله كبيره عامره، المهم غندير حريره فيها ديال اليومين، اللي بقى غادي يبقى في الثلاجه. صافي هنا من بعد سديت الكوكوط، طابت الحريره، حليت عليها، خديت هنايا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الطحين، درت فيهم معلقه صغيره ديال مطيشه ديال مركز طماطم ولا مطيشه عيشه. انا دائما كندير شويه ديال مطيشه مع الطحين عاد باش كنخلطهم. هنا درت مطيشه الحك مطيشه مركز طماطم، واحد المعلقه كبيره، ودرت الشعريه رقيقه. خليتهم يعني حتى حسيت بديك الشعريه، اصلا ديك الشعريه في الغليه الاولى كطيب هكا طابو. صافي غادي نبدا ندور في الحريره بالطحين ديالنا. دائما كنستعمل الصفايه باش ما يبقى دوك الحبيبات ما يهبطوش ليا ويبقاو باينين في الحريره. صافي غادي نخلي حتى كيطيب هذاك الطحين، وكتحيد هذيك الكشكوشه اللي كيديرها لينا هكذاك غير الطحين. على خاطر هذا ناقص عليها البوطه، انا كنحرك باش عاوتاني ما يلصقش لينا الطحين لتحت وهذيك الشعريه. صافي هنا غادي ندوز باش نوجد الدجاج ديال الطاكوست او هاد الميني طاكوست. هما ملي غتشوفوهم غتضحكوا عليهم، ما غتقولوا لي ماشي ميني طاكوست هذوك لحقاش كبار. صافي البنات خديت اي نوع ديال المنسمات عندكم، انا كنستعمل هاد الطوميو ولا هادوك الاعشاب مناسبه اللي كناخذوا من هنا من ميركادونا بالنسبه للبنات اللي في اسبانيا. بالنسبه للبنات في المغرب تبارك الله موجود الخير، ها اليازير ها الزعتر ها الحبق، اللي بغيتوه كاين تنسموا به الدجاج. صافي خديت الثومه بودر مليحه. انا درت هذيك العطريه ديال اللي مختصه هاد الطاكوست هذا. الصراحه انا كندير العطريه ديالنا ديال المغرب عاديه في الدجاج. غير هذيك كنا كنتغداو والبنيته هزاتهم قالت لي ماما هادو راه ديال الطاكوست، جبتهم اول مره جربتهم صراحه راه جاو زوينين. صافي البنات واحد تقريبا واحد معلقه ديال الزيت، وغخليتهم غطيتهم بلاستيك غذائي وخليتهم حتى بقى لنا داك الدجاج يتشرب العطريه. ما درتش فيه شي عطريه، ما درتش انا ما استعملت لا ياغورت يعني مسوس لا حتى شي حاجه، يعني عادي دجاج منسم عادي وصافي. صافي غنخليوه حتى يتشحر لينا يطيب الدجاج، وغادي ندوزو نعمرو هاد الطاكوست هادو. هنا عندي عادي داكشي ساهل بلا ما غنعقدوا علينا. عندي الخس قطعته رقيق، مطيشه كما كتشوفوا، البصله، عندي صوص الجيريان اللي كنت خديت من اكسيون البنات. الفيديو ديال اكسيون اللي شفتو قبل اللي ما شيفاش ترجع تشوفوا. عندي هنايا هذا الخبز ديال الطاكوست، عندي سما الجبن اولا هذا الفرماج هذا، وإلا كان منسم اكثر. بالنسبه للبنات اللي في المغرب يديروا جبلي كيجي بنين. انا شوفوا ما كنستعملش لي صوص بزاف، كنفضل نستعمل هذا الفرماج هذا
كيعطي البنات النسمه الزوينه وديك التعليكه فيه. ولكن الوليدات ضروري ما كيبغيو هذوك لي صوص. عندي هنا كورنيشون ولا هاد بيبينوس هادو. البنات اللي بغيتوهم خذوهم من ليدل. بالنسبه للبنات اللي في اسبانيا ما فيهمش بيناغري دي بينو في الليدل من ميركادونا، ما ننصحكمش تشريهم. صافي كيما شفتوا درت الفرماج، درت الخس، مطيشه وبصله، هذاك كورنيشون وطريفات ديال الدجاج. نزلت عليهم هذا الفرماج هذا وغادا نحاول نسدهم لحقاش هادو نورمالمون ما خصنيش نعمرهم بزاف. كما كتشوفوا معايا هنا غادا ندير ليهم واحد كوردون باش نشدهم غير باش ما يتحلوش، حيتاش غندخلهم الفران، ما غاداش نديرهم في هذيك الاله ديال البانيني. هنا درت صوص الجيريان. المهم تبارك الله، راه انا هانتوما غادي تشوفوا درت خير الله. درت نص هكا ونص نص بالصوص ونص بالفرماج البنات. صافي غير باش تشوفوا يعني اللي عجباتكم، ونشارك معكم هذه الفكره ديال الفرماج كتجي زوينه. بالنسبه للبنات اللي كاينين هنايا، الا تاخذوا هذاك الموس ديال الفرماج اللي كاين في الليد اللي منسم بالزيتون وبالاعشاب المنسمه، كاين اللي فيه هذاك حتى هو زوين. ما غاليش، واخا البواطه صغيره ما غالياش. دابا كنهضر لكم ما غالياش لحقاش ارتفاع ديال الاسعار بزاف البنات والله. صافي وغادي ننزلهم في الصينيه ديال الفران هكا، يعني قراب لبعضياتهم ملاصقين مع بعضياتهم. وغادي نحط فوق منهم الفرماج ديال البيتزا من الفوق. صافي هنا ملي غندخلهم الفران غنحيد منهم دوك العويدات كما شفتوا. وشوفوا ليا كيفاش كيجيو مقرمشين. المهم خصكم تاكلوهم سخان باش نكونوا لا بقاو تبردوا عاوتاني ما كيبقاوش مقرمشين. تاكلوهم هكا سخان. شوفوا الفرماج كيجي واحد تعليكه واعره البنات، كيجيو ولدات. نتمنىكم تجربوهم حيت شي حاجه اللي ساهله، ما يعني ما كتوقفيش عليها بزاف. وصافي وكانت هذه هي طبيله العشاء ديالنا. ها نتوما مولاتي الحريره كي جات ما شاء الله، حتى جات فواحد البنه خطيره البنات. المهم غير جربوها، سهله ماهله. بصحه عشانا وبصحتكم معنا. وكنتمنى هذا الفيديو كنا الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه شي حاجه. مرحبا باي تساؤل، باي اقتراح من عندكم، اي حاجه جات من عندكم مرحبا بها. والى فيديو لاحق ان شاء الله باذن الله الرحمن الرحيم.